مساء الخير حبايبي، كيفكم؟ إن شاء الله بخير. اليوم وصفتنا هي فراريج بروستد. جبت أنا 17 دبوس نظفين، حطيت لهم خل وكبيت مي وخل وكبيتها. بدي أحط لهم بهارات. أول شي الملح، معلقتين ملح صغار، معلقة فلفل أبيض، معلقة محلب، معلقة بودرة الثوم، معلقة كاري، معلقة زنجبيل، معلقة هيل وشوية كركم، وإذا بدكم شوية بيكربونات الصوديوم. بنقيم أول شي معلقتين من المكونات، أدم معلقتين، وهدول المكونات بنحطهم مي دافية. حطيت خل وهلأ بدي سقط دبابيس وخليهم ليلة كاملة منقوعين بالبراد لتاني يوم. وهلأ رجعنا لكم بعد ما نقعتهم ليلة كاملة بالتوابل. هلأ هون عندي تقريبا نص كيلو طحين. المعلقتين اللي شلتهم على جنب من البهارات هرجع احطهم مع الطحين. احط معلقة نشا عشان تعطيهم القرشة، هيك بكفي. وبدي احط رشة فانيليا عشان تعطيهم ريحة حلوة. بكفي. هلا مخلطهم منيح، وحدة حطها، اعملها هيك، انفضها، برجع بحطها بشوية مي اللي نقعنا فيهم، نرجع نساويها. أنا جبت طنجرة الضغط، حطيت فيها تقريبا لترين زيت لأنه بدها زيت غزير، وجربت الزيت وهي حمي. هنسقطهم وحدة وحدة، ما تخافوا من طنجرة الضغط تنفجر، أنا مجربتها أكتر مرة. بنحط تقريبا شي 7 على حسب ما يعني ما مندايقها كتير، تستهلك يعني 10 دقايق 12 دقيقة. هلأ بنشوف. هلأ هيك غلوا منيح، نجيب الغطا. هي سكرناها وحنعير 10 دقايق. بعد ما صفرت نحطها تحت المي. بسم الله الرحمن الرحيم. سافر الزيت عم يغلي، نحطها شوي على النار ليطلع البخار منها. هاي النتيجة. صحتين وهنا.